إذا ذُكر أحمد عصام ذُكر الهضبة عمرو دياب وتامر حسني، إذ ارتبط اسم الثلاثي بعد ظهورهم سويًا في حفل زفاف الفنان أحمد عصام على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور عدد كبير من نجوم الفن في إحدى الفنادق في القاهرة الكبرى، ما جعله يتصدر ترند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي. الداعية مصطفى حسني ظهر وكتب عقد قران الفنان أحمد عصام على عروسه وسط حضور عائلة العروسين وأصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني. وقد حرص النجم الكبير محمد منير على حضور احتفال الفنان أحمد عصام بعقد قرانه على عروسه سارة عبد الفتاح، وكان وكيل العروس. وكما شهد على عقد القران النجم تامر حسني، والذي يعد أحد أصدقاء